ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. رانا راح نحكيو علاش لازم تخير ألمانيا كوجهة دراسة ولا حتى وجهة عمل. أول حاجة اللي لازم نحكيو عليها كي نقارنوا ألمانيا مثلا بالعديد من الدول المشهورة كيما نقولوا حنايا توب ستادي ديستنيشن كيما كندا كيما اليو كي. ألمانيا توفر تعليم مجاني. معظم البابليك يونيفرسيتيز في ألمانيا التعليم فيهم مجاني والادميشن فيهم ماهوش very competitive. ثاني زعما كي تسمع باللي التعليم مجاني بالك راح تفهم باللي لازم الشروط هذه راح تكون تعجيزية. لا، التعليم مجاني والشروط غير تعجيزية. يعني جامعات معترف بها عالميا في التوب 50 وتلقاها تقدم فري كورسز ويجوا من جميع انحاء العالم يقراوا في الجامعات الالمانيه هذه. الحاجه الثانيه المهمه ايضا هي انه living cost في جرماني ثاني lower. كي تقارن معناها living cost في جرماني تقدر ب 700-800 يورو كطالب تقدر تعيش بها في ألمانيا. المعيشة في ألمانيا ما هيش غالية وزيد المينيمم ويج طالع. بصح كنت تقارنها مثلا مع كندا ولا اليو كي it's less affordable. في اليو كي وكندا cost you need at least 1200 حتى ل 2000 ولا في اليو كي where you need 1200 باوند حتى ل 2000 باوند. بالك ما راناش نحسبوا حتى التويشن فيز الا كنت تخلص زعما الكورس تاعك باي انستولمنت. اوكي دونك في جرماني المينيمم ويج تاعك تاع 20 hours a week يخليك تكوفري كاع الاكسبنسز تاعك والإديوكيشن تاعك فور فري. معناها مش راح يكون عندك الضغط والستريس. تقدر تقرا كيما نقولوا احنا بكل اريحيه. كاين في المانيا حتى البروجرامز اللي هما يخلصوك كيما الفوكيشنال تريننجز كيما الاوسبيلدونغ. الحاجه المهمه ثاني في المانيا هي الكارير بروسبكت الموجود في المانيا. المانيا هي ثالث اقوى اقتصاد في العالم، يعني بعد تشاينا واليو اس تجي المانيا. دونك المانيا عندها اقتصاد معقد ويستحق ناس من جميع المجالات، لا سيما المجالات تاع ستيم فيلدز تاع الانجينيرينغ كمبيوتر ساينس ولا هاد الفيلدز هادو يسحقوا فيهم بزاف الناس. وكما قلنا عندك good career prospect في جرماني لانه كاين شركات عالميه متواجده في جرماني بي ام في مرسيدس بوش سيمنز اس اي بي عندهم بزاف الكومبانيز. اوكي دونك الكارير بروسبكت في جرماني هنايا is really good. الحاجه الثانيه المهمه في الكارير بروسبكت كومبيتيشن في المانيا جنرالي ناقصه على الكومبيتيشن الموجوده في اليو كي ولا في كندا، لانه جرماني يخافوا منها الناس بحكم اللغه. although ما لازمش تخافوا منها سيرتو الا كنت في الانجينيرينغ ولا كمبيوتر ساينس ماكش في مجال الطب ولا مجال اللي ريكوايرز جيرمان. معناها تقدر تقرا وتخدم بالانجلي. صح اللغه مهمه بزاف باش دير الانتجريشن في الفيوتشر، تعطي لك كومبيتيتيف ادفانتج على هذوك الناس اللي يتقنوا اللغه الانجليزيه فقط. دونك هذه حاجه المهمه اللي بغينا نحكيو عليها من حيث الكارير بروسبكت. والكومبيتيشن هنايا في جرماني كما قلنا هي اقل ناقصه شويه على الاخر. بصح مازال لازمك اجتهاد ولازم الخدمه بيان سور باش تلقى عمل مليح وباش تنتجري روحك مليح في الجوب ماركت. وهاد الامور كاع لازم لها اجتهاد وتعب. ما رانيش نقول لكم باللي ما كاش خدمه ما كاين والو. دونك لازمك تخدم ولازم تتعب باش تلحق. I'm just telling you باللي الكومبيتيشن في جرماني ناقصه على كندا واليو كي واستراليا واليو اس. اوكي الحاجه الثانيه اللي نحكيو عليها انه جرماني هي gateway to Europe. الناس اللي جايين من دول اللي يكون الباسبور تاعها ضعيف جرماني راح تكون gateway ليوروب. اوكي راح تفتح لك بزاف الدول كيما نذرلاند بلجيوم فرانس ايطالي سبين بورتوغال. الا كنت حاب في السياحه تقدر تسافر. الا كنت حاب دير انترنشيب الا راك حاب دير اكسشينج بروجرامز كيما ايراسموس. هذه حاجه اللي كاينه في جرماني بصح ما كانش كنت كومباريها في استراليا ولا يو كي ولا كندا. الفيزا تاعهم ماهيش راح تخليك تدخل بزاف البلدان كيما الشنغن فيزا تاع الاتحاد الاوروبي. It's a gateway to Europe من ناحيه whether professionally تقدر تروح تدير internships فرص العمل under blue card programs. تقدر تحوس على تبدل البلاد إلا راك حاب. It's very affordable انك تسافر من بلاد لبلاد وما تحقش فيزا باش تتنقل. اوكي اخرى اللي حبيت نتكلم عليها ثاني في الفيديو تاع اليوم المانيا فيها good work life balance. معناها الى غدوه بديت تخدم في المانيا دير حسابك باللي عندك بزاف البانك هوليديز. صديق واش من سيري راك فيها في جرماني عندك حتى ل 15 يوم في العام بانك هوليديز وزيد لها 30 يوم فيكيشن اللي يعطيها لك الامبلوير. ثم عندك رافلي اراوند 43 حتى ل 45 في اليوم في العام working days ما تخدمش فيهم. وهذا الورك لايف بالانس يخليك تدير extra activities
other than full-time jobs تاعك. We talk today about like why would you choose Germany as a study destination, even a work destination. دونك هذه هي الأشياء اللي حكينا عليها اليوم. راح نتعمقوا في other subjects in the future. I hope you like the episodes. Tell me in the comment section what do you want me to speak about.